صورة لدكتور نفساني اتسببت في طلاق حوالي 78 أسرة وتشرد الأسر وعيالهم. ايه اللي حصل بالظبط وايه القصة؟ يلا بينا نشوف. من كام يوم دكتور محمد المغربي نزل صورته وقال يعني ان هو دكتور نفسي واللي حابب يكشف عنده في العيادة او يحجز يعمل التفاصيل دي، وطبعا ساب عنوانه وساب رقم تليفونه. طبعا سيل بقى من التعليقات النسوية، واللي منها حسابات فيك ومنها حسابات حقيقية، واللي تعكسه واللي تحمرش بيه واللي تقول له ده انت نفسك علاج، واللي تقول له ايه القمر ده، واللي تقول له ده انا متجوزه مش عارف تفضعها، واللي تقول له مش عارفه ايه الجوزي. يعني المصيبه ان هي كانت لستات كتيره اللي متجوزه واللي مخطوبه واللي مكتوب كتابها، وطبعا عمالين يتغزلوا في الدكتور ويتحرشوا في بيه، والناحيه الثانيه اللي تشتم جوزها واللي تشتم خطيبها. فانا بصراحه ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، لان بصراحه كلنا يعني اصحاب ذنوب وكلنا اصحاب اخطاء. ولكن اللي استفزني في الموضوع ده ان النسويات لما الشباب بدا يهاجمهم او بدا ينتقد فعلهم، طبعا زاطوا على بعضيهم او حموا بعضيهم ويقولوا انتوا مش عاجبكم حاجه، انتوا عايزين تخربوا بيوتنا، انتوا عايزين تعملوا فينا، انتوا عايزين تسووا فينا، انتوا شويه شباب ما يعرفش غير التحرش، انتوا شويه شباب ما يعرفش غير قله الادب والكلام ده. وطبعا في شباب كتير هاصوا في الهيصه، طبعا تقريبا فاضيين ما لهمش حاجه، بقوا ياخدوا اكونتات الستات والبنات اللي بتعمل كده ويخشوا على حساباتهم يشوفوا اللي مخطوبه او متجوزه ويبعتوا سكرين شوتس بالكلام اللي هم قايلينه. في ناس طبعا قال لك احنا انفصلنا، وفي اللي قال لك انا طلقت، وفي اللي قال لك انا سبت خطيبتي وخدت حاجتي وقدر الله ما شاء فعل، وفي طبعا حسابات كتيره كان موضوع وهمي والموضوع فيك. ولكن انا هنا عايز اقول نقطه بسيطه. يعني زمان لما كان يجي مثلا شاب يتغزل بواحده او يجي مش عارفه يتقال له يا سمب ويا نرم ويا متحرش ومش عارفه ويطلعوه مسرح. لكن لما الستات عملت الموضوع ده بقى الموضوع طبيعي، والموضوع حاجه بسيطه، وما ينفعش انتوا تعملوه ده يا رجاله، ودي مش اخلاق رجاله، وبتفضحوهم وبتخربوا بيوتهم، و78 اسره اتشردت، والموضوع زاد عن حده. ففي مشكله هنا عندنا كبنات، يعني ان احنا طالما التحرش عاجبني انا موافقه عليه والحياه جميله وزي الفل. ويمكن الموضوع ده شفناه في فيديو الاخت اللي كانت راكبه مع الاوبر وسواق الاوبر عمال يتغزل فيها، بدل ما توقفوا عند حده لا عملت صورت فيديو، فتحت لايف او صورت فيديو وهي مبسوطه جدا وعماله تضحك بالتحرش اللي هو بيعمله. فالمشكله يعني دي المصيبه السوداء، ان التحرش ما دام عاجبني انا راضي والحياه جميله، انما لو ده الشخص ده مش مالي عيني او مش عاجبني شكله او معهوش فلوس او فلا ده متحرش ولازم يروح في 60 داهيه. فالاصول يعني ما تكيدوش بمكيالين، الاصول ان تنتقدوا الغلط هنا وتنتقدوا الغلط هنا. طبعا برضو الشباب انا ليا لوم عليهم، هو انتوا فاضيين للدرجه دي عشان يعني تخشوا على الاكونتات وتدوروا على حسابات جوز دي وخطيب دي عشان تنشروا؟ هو للدرجه دي انتوا ما وراكوش حاجه تعملوها؟ في حاجات اهم، في حاجات المفروض اولى تتعمل. في يا عم اللي عنده امتحانات يذاكر، اللي عايز يعمل مهاره ينمي مهاره، ما دام انت فاضي يا عم اقعد العب ببجي، اقول لك يعني. ولكن ان انت فاضي عشان تدور على الاكونت ده والحساب ده والمخطوبه والمتجوزه عشان تخرب بيتها، برضو الموضوع يعني مستفز. والموضوع فيه جانب من جانب اللي احنا بقينا تحس ان احنا بقينا مجرمين في بعض، عايزين نقتل بعض، عايزين نأذي بعض، عايزين نخرب بيوت بعض. فيعني الموضوع ما بقاش ومش بقول بقى استر، لا، لان هم نفسهم ما استروش على نفسهم، ماشي، عشان ما حدش يقول لك استر يا دولي. لا، هو الموضوع ان الستات دي نفسها دخلت باكونتاتها الحقيقيه وما سطرتش على نفسها. ده معناه ان هم بيجاهروا بالمعصيه وبيفتخروا بيها، ماشي، وفرحانين قوي وزيطين وفاكرين ان الموضوع ده هزار وضحك ودلع. ما يعرفوش ان ده يجي مثلا راجل شقيان طول الليل او شقيان طول النهار عشان يجيب قرش للست اللي قاعده تربي العيال، والست اللي قاعده تربي العيال تقعد تتغزل في راجل غريب ما يحللهاش، وتقول لك اصل انا جوزي بكرش، اصل انا جوزي الاقرع، اصل انا جوزي مش عارفه مع احترامي اللي كان اقرع يعني، ماشي. فده ما ينفعش. فبرضه يعني يعني الستات اقول لهم ارتقوا، والرجاله اقول لهم لو ما راكوش حاجه روحوا شوفوا حاجه مفيده تعملوها.
ماشي. وفي النهايه عايز ابعت رساله بس للاهل: علموا عيالكم الدين كرجاله او ستات، وربوا عيالكم كويس. التربيه مش اكل وشرب ولبس، التربيه احترام، التربيه اخلاق. التربيه في ايه؟ بتبان في اخلاق البني ادم وفي سمته وفي طبعه وفي تعامله مع البني ادمين. فلو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعه والكومنت والشير، واشوفكم على خير. سلام.